عاوزين تعرفوا إيه هي أفضل أنواع الفراخ البلدي لإنتاج البيض. في الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم عن أفضل أنواع الفراخ البلدي لإنتاج البيض بالنسبة للأنواع اللي موجودة عندنا هنا في مصر، اللي هم هنتكلم على الأنواع اللي تعتبر يعني أعلى أنواع إنتاج البيض، وكمان مناعتها كويسة جدًا، يعني عايزين فراخ تعيش معانا بالسنين وتبيض وما يحصلهاش أي حاجة، مش في الآخر هنروح نشتري فراخ على إن هي فراخ بياضة، وفي الآخر برضه بتبقى من أنواع البلدي على فكرة. وبتطلع في الآخر فراخ تسمين بتدّينا وزن عالي، وبتبيض بعد وقت كبير جدًا، وفي نفس الوقت بتستهلك يعني أكل وعلف، فتبقى مكلفة علينا، وده بعد التجارب يعني يا جماعة. هندّيكم بقى إن شاء الله في الفيديو ده الخلاصة بالنسبة للناس المبتدئة، والناس كمان اللي سألتني وبعتت لي في التعليقات كتيرة وأسئلة على الفراخ البلدي، وإيه هي أحسن نوع نجيبها علشان تبيض معانا بيض كتير، وفي نفس الوقت ما تكلفناش، يعني ما تكونش بتاكل أكل كتير وتسمن، وفي الآخر ما تبيضش أو بيضها يبقى قليل، أو ما تقعدش وقت طويل، يعني بعد ما نأسسها ونكلف وتكبر ما تقعدش وقت طويل تبيض معانا. فتابعوا معايا الفيديو للنهاية. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم يا رب تكونوا في أحسن حال وتكونوا دايمًا كده بخير. الأول كده قبل ما ندخل على الفيديو بتاعنا، عايزين الأول نصلّي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تاني حاجة بقى يا جماعة، عايزاكم كده تعملوا لي بقى كده لايك للفيديو للناس اللي بتشجّعنا، علشان تشجّعني إن أنا أنزّل لكم دايمًا كده فيديوهات، والناس اللي مش مشتركة معانا واللي أول مرّة تزور عندي القناة وبتشوف الفيديو ده كده ظهر لها بالصدفة، أتمنى إن أنتم تنزلوا على الزرار الأحمر وتفعلوا زر الجرس للكل، علشان يوصلكم إشعار بكل الفيديوهات الجديدة، وإن شاء الله أوعدكم إن أنتم تطلعوا من الفيديو ده مستفيدين، ومن القناة دايمًا مستفيدين في تربية الطيور. خلّينا كده نبدأ بسم الله. بُصّوا بقى يا جماعة، أنا الفيديو ده إن شاء الله النهارده وكمان بالصور وبكل حاجة إن شاء الله هتكون بالتفصيل، علشان الناس المبتدئة أو الناس اللي لسه مش عارفة تربي إيه بالضبط، وما بيبقوش عارفين، ما حدش يضحك عليهم وتروحي تجيبي فراخ على أساس إن هي فراخ بياضة، وفي الآخر أو على أساس إنها نوع وفي الآخر يدّيكِ نوع تاني، وتلاقيهم قدّامِك كده بيكبروا وبيسمنوا ويطلعوا في الآخر فراخ تسمين و ما يبيضوش معاكِ. فلأ، إن شاء الله بإذن الله هتخرجي من الفيديو ده تبقي شاطرة وتبقي خبرة، وما حدش يقدر يضحك علينا في أي حاجة خالص، وهتعرفوا كل الأنواع. الموضوع مش صعب خالص، بس يعني بس هو محتاج كده تركيز علشان تقدروا بس تفرّقوا ما بين أنواع الفراخ يعني وبعضها. خلّيني أقول لكم أول نوع معانا وهو البلدي الحُر، اللي هو ظاهر صورته دلوقتي قدّامكم كده، ده عُمره كده وهو صغير، وهاوريه لكم كمان عُمره لمّا يكبر شوية، هاقول لكم على إيه هي مميزاته وإيه هي عيوبه، وكل حاجة هاحطها لكم هنا هاقول لكم برضه على مميزاتها وعيوبها. أهم حاجة بتميّز الفراخ البلدي الحُر دي إن مناعتها كويسة جدًا، وعلى فكرة برضه هي بتبيض كويس وبتبيض باستمرار، هي بس وزنها بيبقى قليل، يعني ما بتبقاش كبيرة ولا تقيلة في الوزن، يعني مهما الفرخة تقعد عندِك فهي في الآخر بتوصل لحوالي كيلو وربع، فإحنا لو جينا نذبحها بعد شوية مش هتدّيكِ لحم، يعني هتجيبيها هتبقي عارفة إن أنتِ جايباها للبيض وبس، ما فيش أكتر من كده، وإنتاجها من البيض يعتبر كويس، لكن في أنواع تانية بتنتج بيض أكتر من البلدي الحُر. هي كمان من مميزاتها إنها مش بتاكل كتير عشان تنتج البيض، يعني أكلها برضه بيعتبر قليل، فما بتعتبرش إن هي يعني مُكلّفة بالنسبة لنا أوي، فاهمين؟ وكمان من عيوبها إن البيض بتاعها البيضة يعني بتكون حجمها صغير، يعني ما بتبقاش بقى من اللي هي نوع البيض اللي هو الكبير، لأ الفراخ البلدي الحُر بتكون صغيرة جدًا، لكن هُم على فكرة بدأوا دلوقتي إن هُم يهجّنوا بقى منها أو يستنبطوا منها أنواع تانية، يعني بيهجّنوها على أنواع تانية، بيجيبوا البلدي الحُر يهجّنوه على نوع تاني، فبيدّينا بلدي بس بلدي مُهجّن، فاهمين إزاي؟ فهي النوع التاني معانا وهو البلدي الهجين. ودي بقى بتبقى هجين البلدي اللي هو البلدي الحُر يعني مع الفراخ الساسو، فطبعًا دي نستنتج كده إنها تكون من مميزاتها إيه، إنها تدّينا وزن، يعني تقدري تذبحي منها يعني تنفع لحم وتنفع بيض مع بعض، يعني بتدّيكِ وزن كبير لمّا تيجي تربّيها، ما بتدّيش الوزن الخفيف بتاع الفراخ البلدي الحُر، بتدّي الوزن الكبير بتاع الفراخ الساسو. وكمان برضه مناعتها بتعتبر كويسة جدًا، جدًا، إنتاج البيض بتاعها على فكرة يا جماعة ممتاز، يعني بتبيض حلو جدًا، جدًا، تقريبًا كده هي بتبيض كل يوم، وزي ما قُلت لكم كده هي برضه من مميزاتها إن مناعتها بتعتبر كويسة جدًا، إنتاج البيض بتاعها بيعتبر حلو، وكمان بتدّينا لحم يعني كبيرة عن الفراخ البلدي الحُر، فتعتبر دي مميزة عن الفراخ البلدي الحُر. طب خلّينا نقول بقى تالت حاجة معانا وهي الفراخ الفيومي البيور، الفراخ الفيومي البيور اللي هي الفراخ اللي هي تعتبر اسمها الفراخ الفيومي الفضّي.
اللي هي ظاهرة قدّامكم دلوقتي دي كده على الشاشة، دي كده الفراخ الفيومي الحُر أو البيور، أمّا على فكرة اللي ظاهرة في الفيديو اللي هي قدّامكم دي دلوقتي كده، فدي كده الدهبي. خلّينا بس كده نتكلّم الأول على الفراخ الفيومي الحُر أو الفراخ الفيومي البيور اللي هي الفضّي وهي دي الأساس. دي على فكرة ممتازة، 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 من أجمل أنواع الفراخ اللي هي بالنسبة للبيض، يعني ممتازة وأحلى كمان من الفراخ البلدي الحُر بكتير من ناحية إنتاج البيض. وكمان البيضة بتاعتها بتكون كبيرة، ما بتاكلش كتير، يعني أكلها بتبقى ضعيف، فنقدر إن إحنا نربيها برضه لإنتاج البيض، لكن الحقيقة هي مش متوفرة كتير، يعني أنا عندي في المكان اللي أنا فيه ما بالاقيش خالص الفراخ الفيومي البيور أو اللي هي الفضي اللي أنتم شايفينها دي، ما بالاقيش دايمًا غير الفراخ الفيومي الدهبي زي اللي أنتم شايفينها كده في الفيديو، لكن هي من حيث الوزن فهي وزنها بتكون مش كبير يعني، وزنها برضه بيعتبر قليل، يعني أقل مثلًا من الفراخ الفيومي الدهبي، لكن هي برضه أكبر من الفراخ البلدي الحُر. زي ما قُلت لكم كده بتستهلك معدل أكل مش كبير، بتبيض ما شاء الله كتير جدًا، يعني بتبيض برضه يوميًا، مناعتها حلوة جدًا، 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 فبتبقى زي الفل. ده كده اللي أنا قُلت لكم عليها دي اللي اسمها الفراخ الفيومي الفضّي، لكن الفراخ الفيومي الدهبي زي اللي ظاهرة معاكم كده في الفيديو هاوريكم صورة دلوقتي ليها كبيرة وهي كبيرة، الفراخ الفيومي الدهبي والفراخ الفيومي الفضّي عشان تعرفوا الفرق ما بين الاتنين. فاللي ظهر قدّامكم دلوقتي كده على الشاشة الفراخ الفيومي الدهبي والفراخ الفيومي الفضّي، أظن واخدين بالكم كمان من فرق الحجم، الفضّي بتبقى أقل في الوزن وبتدّي إنتاج أعلى كبير جدًا في البيض من الفراخ الفيومي اللي هي الفيومي الدهبي، الفيومي الدهبي دي بتبقى فراخ برضه مهجنة مع الفيومي الأصلي مع حاجة تانية، علشان كده برضه بتدّينا الوزن الكبير، يعني بتبقى وزنها ما شاء الله بيوصل ممكن مثلًا ل3 كيلو، فبالتالي كل ما وزنها بيزيد كل ما هتلاقي إن البيض بتاعها بيقل، وعلى فكرة الفيومي الدهبي بتاكل كتير جدًا، جدًا، جدًا. غير برضه الفيومي الفضّي، يعني هتلاقيها إن هي مكلّفة بس معاكِ شوية كمان، لكن برضه هي برضه من ضمن الفراخ البلدي لإنتاج البيض. يعني لو لقيتوا الفيومي البيور أو اللي هي الفضّي، تبقى أحسن بكتير أوي في إنتاج البيض، بتجيب بيض أكتر بكتير من الفراخ اللي هي اللي ظاهرة قدّامكم دلوقتي دي في الفيديو، اللي هي الفيومي الدهبي. الفيومي الدهبي دي وصلت معايا على فكرة يا جماعة ل3 كيلو، بتوصل ل2.5 ل3 كيلو، على 3 شهور وصلت ل3 كيلو. زي ما قُلت لكم كده إنتاج البيض بتاعها بيكون أقل من الفيومي البيور، يعني إحنا لو هنقارن وهنجيب فيومي يبقى طبعًا، طبعًا بدون تفكير للبيض يبقى هي الفيومي الفضّي، لإن أكلها كمان بيكون قليل، دول بياكلوا كتير جدًا، الفيومي الدهبي دول بياكلوا كتير وهتلاقيهم مكلّفينِك إنتاج وفي نفس الوقت البيض بتاعهم أو بمعنى أصح بينتجوا بيض لكن ما بيعيشوش سنين كتيرة زي باقي الأنواع، خلاص، طعم اللحم بتاعها طبعًا تحفة وروعة جدًا. خلّينا ندخل بعد كده على النوع اللي معانا بعد كده وهي الفراخ الجميزة، فراخ ممتازة جدًا، جدًا، جدًا برضه في إنتاج البيض. بس عايزاكم تاخدوا بالكم بقى من حاجة مهمة وهي إن في كتاكيت من الكتاكيت البلدي وهي صغيرة بتبقى برضه سودا، لكن الكتاكيت الجميزة بتبقى فيها اللي هي الأصلي بتبقى فيها بتبقى سودا راسها كده هتلاقيها عليها حتّة كده صفرا أو بيضا زي ما أنتم شُفتوا كده في الصورة، عشان بس تعرفوا تفرّقوا ما بين الجميزة وما بين الكتاكيت اللي هي البلدي، لإن هم والله بيبيعوا يا جماعة أنا جِبت قبل كده يعني طبعًا أنا بادّيكم برضه خلاصة التجارب، أنا جِبت قبل كده جمّيزة ادّاهاني على إن هي جمّيزة، لكن الكتكوت كان أسود خالص، فما طلعتش في الآخر إن هي جمّيزة وطلعت إن هي بلدي أو بلدي مهجنة، والله ما أنا عارفة أصلًا حتى النوع اللي أنا جِبته ده كان وخَد وقت طويل كده على ما كبرت وما كانتش عاجباني خالص يعني، لكن الفراخ الجمّيزة ممتازة جدًا، جدًا، جدًا الجميزة البياض، يعني لو أنتم عايزين تجيبوا جميزة للبيض، في حاجة اسمها جميزة في منّهم نوعين، جميزة تسمين اللي هي بتدّيكِ نفس فكرة الفراخ الصفر بالضبط على شهرين، بتبقى ما شاء الله ممكن تعدّي 2.5 و3 كيلو في شهرين 2 بس، دي الجميزة التسمين، إنّما إحنا عايزينها للبيض بتبقى الجميزة البياض، الجميزة البياض دي ممتازة، بتبقى لإنتاج البيض مش لإنتاج اللحم، لإن التانية بتبقى تسمين فقط، يعني بتبقى إنتاج لحم بس، ما نقدرش إن إحنا نسيبها للبيض لإنّها هتبيض بعد وقت طويل. فيبقى كده تجيبوا الكتكوت اللي هو كُلّه أسود، راسه بتبقى فيها نقطة بيضا، وساعات أحيانًا كمان بطنه بتبقى فيها نقطة بيضا، فدي ممتازة، ممتازة، ممتازة. دي بقى برضه وزنها بتبقى معقولة وبتبقى كويسة، وفي نفس الوقت بتبيض بيض حلو جدًا، جدًا، وحجم البيض برضه بتاعها بتبقى بيضة كده كبيرة برضه وحجمها كده كويس، بتبقى شبه بيضة المزارع، عارفين بيضة المزارع كده اللي إحنا بنشتريها من برّه، هي بتبقى كده شبهها.
وفي نفس الوقت برضه مناعتها بتبقى عالية جدًا الفراخ اللي هي الجمّيزة. كل بصراحة هو كل الفراخ البلدي بتبقى مناعتها قوية، يعني مش هاقول لكم في حاجة مناعتها ضعيفة وحاجة مناعتها قوية، لأ طبعًا كل الفراخ البلدي مناعتها قوية. بالنسبة للناس بقى اللي كانت عايزة تجيب فراخ ساسو وبتسأل على الفراخ الساسو، بلاش يا جماعة فراخ ساسو للبيض، مش حلوة خالص، فراخ ساسو دي غرضها التسمين فقط، مش هتقولوا لي بتبيض، بتبيض، لكن بتبيض مثلًا بعد 6 شهور، وبتاخد وقت طويل عشان تبيض، وفي نفس الوقت كل يومين 3 لمّا بتبتدي تبيض، وما بتديكيش وقت طويل أوي في البيض، يعني مش هتكمّل بقى سنة وسنتين و3 زي باقي الأنواع، لأ، دي وقت قليل وبتموت لإن هي بتجيب وزن عالي جدًا، يعني ما شاء الله بتوصل لأوزان عالية جدًا، يعني ممكن دي في شهرين تذبحوها 2.5، 3 كيلو، فتخيلوا بقى لمّا هتسيبوها بقى وقت أطول هتدّيكم وزن قد إيه، وفي نفس الوقت بتاكل كتير فهتلاقيها يعني أنتم مكلّفين ومش واخدين منها إنتاج البيض اللي أنتم عايزينه. الفراخ الساسو لا تصلح الفراخ الساسو تسمين فقط لا غير. نرجع بقى تاني للفراخ الجميزة زي ما قُلت لكم كده، تقدروا تاخدوا منها لحم وتقدروا تاخدوا منها بيض، يعني هي تعتبر ثنائي الغرض. لحمها حلو طبعًا والطعم تحفة يعني ما فيهاش ما بتدّيكيش كمية دهن كبيرة أوي، بتبقى مليانة لحم، الطعم ممتاز، وفي نفس الوقت بتدّينا بيض كتير جدًا، وبيضها حجمه حلو وكبير ومناعتها قوية، فدي برضه بنرشّحها من ضمن الفراخ اللي إحنا نجيبها علشان البيض. كمان في البلدي المشعّر وده بيبقى تهجين بلدي مع نوع تاني، لكن بتبقى تهجين خفيف، عشان كده بيسموه مشعّر يعني تشعيرة كده تهجين، برضه دي حلوة جدًا، جدًا في البيض، ناس كتيرة جدًا بتفضّلها برضه لإنتاج البيض، لكن برضه ما بتدّيش وزن زي الفراخ البلدي الهجين وزي الفراخ الفيومي، يبقى البلدي الهجين والفراخ الفيومي ممتازين، بتدّيكِ وزن أعلى من الفراخ البلدي، وفي نفس الوقت بتدّيكم بيض كتير جدًا، الفراخ الجميزة البياض ممتازة جدًا، جدًا، وبتبيض برضه على تقريبًا عُمر 4 شهور، فما بتطوّلش أوي، الفراخ الفيومي برضه على فكرة بتبيض برضه على عُمر 4 شهور، وبتدّينا برضه إنتاج بيض ما شاء الله يعني كتير جدًا. فيبقى أقل الأنواع في اللي أنا قُلتها دلوقتي دي هي البلدي الحُر، بتطوّل أوي ممكن تبيض على 6 شهور أو 7 شهور، ما بتدّيكيش وزن، بيضها أقل من باقي الأنواع وكمان بيضها صغير. فطبعًا يعني لو أنتم حابين بقى إن أنتم تعملوا مشروع، يعني لو أنتم عايزين تعملوا كده مشروع يكون ناجح كده وتجيبوا فراخ بياض علشان الفراخ تبيض، فأنا بارشّح الفراخ الجميزة البياض الأصلي أو الفراخ الفيومي البيور، الفراخ الفيومي البيور اللي هي الفراخ الفضّي. الاتنين دول اللي هي الفيومي الفضّي، الاتنين دول بيدّوكِ بيض حلو جدًا، كمية يعني ما شاء الله حلوة، وفي نفس الوقت يدّوكِ لحم لو حبّيتِ إن أنتِ تذبحي بعد كده، فالاتنين دول كمشروع ممتازين، كمشروع إن هم تدّوكِ بيض بلدي كمشروع إن شاء الله يطلع مشروع ناجح. فيا جماعة بالله عليكم لو أنتم بقى وصلتوا معايا لحد هنا واستفدتوا، الفيديو يعني متعوب عليه، فبالله عليكم كده ما تنسوش تعملوا كده لايك للفيديو، وكمان ما تنسوش تشتركوا في القناة، أشوفكم على خير إن شاء الله. أي حد عنده أي سؤال ابعتوا لي إن شاء الله في التعليقات، وإن شاء الله الفيديوهات اللي جاية بقى عن زيادة إنتاج البيض، لإن طبعًا إحنا عارفين إن الفراخ ممكن تيجي معانا وتريّح، أو البيض بتاعها يبقى قليل، أو البيض بتاعها من غير قشرة، حاجات كتيرة جدًا، جدًا بتقابلنا في الفراخ البلدي علشان إنتاج البيض. فإن شاء الله الفيديوهات اللي جاية لزيادة إنتاج البيض في وصفات كتيرة لو حطيتوها إن شاء الله الفراخ مش هتبطّل معاكم بيض وهتكُر كده إن شاء الله على طول. فاستنوني بقى في الفيديوهات اللي جاية، أتمنى إن أنتم تكونوا استفدتوا ولو بمعلومة بسيطة، ما تنسوش بقى دعوة حلوة كده لأختكم في الله، أشوفكم على خير إن شاء الله يا حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.